بعد 10 ايام من ان انا اصحى بدري، جاي اقول لك بكل وضوح ايه هي المميزات وايه العيوب اللي ممكن تقابلها لما تصحى بدري. اول حاجه المميزات، انا مثلا بصحى 4 عبال ما اصلي وبتاع الساعه 5، من 5 ل 11 بتبقى انت خلصت حوالي 90% من الحاجات اللي انت محددها، والناس لسه اصلا بتبدا تصحى. فتخيل بقى معايا كم الحاجات اللي ممكن تنجزها في باقي اليوم. تاني حاجه بقى هي فكره ان دماغك بدات تشتغل بشكل نظيف شويه. يعني بعد ثالث او رابع يوم انا بدات احس ان دماغي شغاله بشكل انظف. مفيش فكره بقى ان انت متشتت، مفيش فكره ان انت في زحمه، في دوشه في البيت، مفيش دوشه في الشارع. في العموم بتلاقي نفسك شغال بشكل مركز اكتر. المشاكل، ودي اللي تقريبا محدش بيجيب سيرتها لما بيجي يتكلموا عن الموضوع. اول مشكله هتواجهك هي ان انت هتحتاج تخطط كل يوم ليومك قبل ما تنام، علشان انت لو ما خططتش ليومك هتصحى بعد ساعه او نص ساعه هتبدا تكسل وتخش تنام. تاني مشكلة هتواجهك هي ان انت هتحتاج تاخد جزء من حياتك، بمعنى ان انت لما بتيجي الساعة 10 او 11 بتبدأ خلاص عايز تخش تنام، صحابك بيبدأوا يخرجوا او بيبدأوا يتكلموا في الشات او كذا او كذا، بتضطر تضحي بجزء ده من حياتك من اجل انك تحافظ على الروتين. الخلاصة ان الصحيان البدري مفيد لو انت فعلا ناوي تحقق حاجة او تنجز حاجة، لكن مش بتقلد او بتجرب وخلاص. وصدقني الحاجة اللي ممكن تكون بتحرم نفسك منها في وقت من الأوقات هي نفس الحاجة اللي هتشكر نفسك فعلا جدا جدا إنك سبتها في الوقت المناسب، أو سبتها لفترة معينة عشان تحقق نجاح في حتة كبيرة. وأخيرا بقى لو استفدت حاجة من الفيديو ده يا ريت تعمل سبسكرايب، شير، لايك، كومنت، وما تنساش تفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.